ناس كتير بعد تسأل عن الموضوع بتاع ترامب والديزيز اللي اتشخص بيه النهارده. هو اللي عنده ده مش جلطه، دي حاجه مختلفه خالص اسمها الكرونيك فينس انسفشنسي او السي في اي او القصور المزمن للاورده الطرفيه. الموضوع ده هو ممكن يكون يشبه شويه حاجه زي الدوالي ولكن مختلفه حبتين. الاورده اللي عندنا اللي هي واخده الدم وراجعه بيه من الاطراف للقلب دي بتكون رفيعه وفي الوقت نفسه بيكون فيها صمامات. الصمامات دي بتساعد على ان الدم يرجع لفوق. لما الصمامات دي بتضعف او بتبدا تفقد ويحصل فيها تلف ويفقد جزء من وظيفتها، يبدا يتجمع عندي الدم في الاطراف اكتر، فتبدا الرجلين تورم اكتر واكتر. طب ما يا دكتور كده هي زي الدوالي؟ لا، الفرق شويه بينها وبين الدوالي ان الدوالي بتكون الجدران بتاعه الفينز او بتاعه الاورده الطرفيه هي اللي بتضعف وبتتراخى، طبعا مع جزء منها بيكون في الصمامات فبتبدا تلف حوالين منها وتظهر على فكره عندي على سطح الجلد من بره. في حالات السي في اي ممكن ما تبقاش ظاهره خالص الدوالي، انما وجود الدوالي يسهل وجود السي في اي. طبعا ده بياخد وقت على ما بيحصل، ممكن يحصل في الطرفين وممكن يبقى في طرف واحد. طبعا ده بيبان قوي ورا من الرجل مع الوقفه او لما الرجل تبقى نازله تحت لفتره طويله. طبعا ده مختلف برضه عن مشاكل القلب اللي ممكن تؤدي الى كده. خلينا ناخد بالنا ان لو احنا وزننا زايد، لان زياده الوزن هي احد اهم الاسباب بتاعه الموضوع ده، او الوقوف لفترات طويله زي ما هي ريسك فاكتور للدوالي برضه ريسك فاكتور للسي في اي. وخلينا ناخد بالنا ان الموضوع يعني لما بيزيد عن حده شويه يبقى عامل الخطوره فيه كبير، والريسك ان مع الوقت يزيد فرص تكوين الجلطات بيكون عالي، بالتالي بيكون محتاج متابعه بشكل مستمر. وبعض الاحيان بنستخدم بقى ادويه عشان تساعدنا في تقويه الجدران دي او تسهيل ان الشعيرات الدمويه اللي طالعه من الفينز دي اللي هي مكان التقائها بالشرايين تبقى اقوى شويه، فتساعد في ان الدم يرجع بشكل كويس. فبناخد بعض الحاجات اللي بتقوي عندنا الاورده وبتقوي عندنا الصمامات بتاعه الاورده ديت، بالاضافه كمان طبعا ان بنحتاج نلبس الشرابات الضغطه باختلاف طبعا درجات الضغط بتاعتها والطول بتاع الشرابات حسب الاماكن المتاثره. طبعا بنحتاج نعمل كمان دوبلر عشان نطمن على ان البلاد سبلاي ماشي بشكل كويس. فخد بالك من نفسك لو بيحصل عندك الموضوع ده كتير بعد كل وقفه، او لما دايما الرجلين بتبقى تحت بيحصل عندنا ورم، محتاجين نرجع ونطمن مع استشاري الاوعيه الدمويه. افتكر دايما ان صحتك اهم.